واش العصبه الاحترافيه لكره القدم السنه المقبله غادا تنجح؟ واش ما غنعيشوش نفس الجدل نفس الاشكال اللي كان في السنه الماضيه؟ الانسان اللي تيكون سعيد ملي كيحس بالناس تثق فيه، تكون عندك ثقه بالاجماع، ولكن راه في نفس الوقت الثقه راه سيف فوق، اعتبرها سيف فوق رقبتي لكي اشتغل ليل نهار وان اكون عند حسن ظنهم. الا بقينا بهذه العقليه هذه اللي كاينه عند العصبه الاحترافيه، كنظن غادي نعيشوا دائما الفشل، غنعيشوا دائما الجدل. لماذا؟ لان اليوم العصبه الاحترافيه لكره القدم خاصه ما تبقاش فيها الازدواجيه. اولا تقلب على مستثمرين، والرئيس ديالها يكون عنده فكر استثماري، يعني هذا الرئيس خصو يكون في العصبه الاحترافيه خاصو يعرف كيفاش يجيب الفلوس باش الانديه الوطنيه ما تبقاش تعيش هذه المشاكل والازمات الماديه. وعندنا نموذج هو العصبه الاحترافيه الفرنسيه لكره القدم، يعني رئيس العصبه الاحترافيه الفرنسيه لكره القدم دار واحد التعاقد مع الشركه اللي سميتها CVC كابيتال، وقلبوا على هذه الشركه هذه غتلقاو دارت واحد التعاقد مع العصبه الاحترافيه الفرنسيه، دخلت مبالغ كبيره في العصبه، والعصبه خصها واحد جزء منها للانديه الفرنسيه، مقابل يكون واحد 16% من المدخول ديال كره القدم الفرنسيه يمشي لهذه الشركه هذه. واش اليوم، وهذا ميساج موجه للسي فوزي القجع، واش ما خصناش يكون عندنا ناس في العصبه الاحترافيه لكره القدم عندهم فكر استثماري، يعني يقلبوا على الفلوس، يجيبوا لنا شركات، يديروا شراكات باش يعاونوا الانديه المغربيه. ما نبقاوش نشوفوا اليوم على الجدل، الجماهير ما كيدخلش الملاعب، القرارات اللي كتكون غريبه، هذا الفريق كلاس 4 ولا 5، دونك العصبه الاحترافيه لكره القدم خصها تخرج من هذه القوقعه. وباش نخرجوا من هذه القوقعه خاص يكون عندنا ناس مسؤولين. علاش العصبه ما غاديش تنجح؟ لان الفكر ديال العصبه الاحترافيه هو الفكر اللي كاين عند الانديه المغربيه. واش الانديه المغربيه كلها ناجحه؟ ما كنظنش، باستثناء 3 ولا 4 ديال الفراقي مهيكلين، يعني كيعرفوا كيفاش يستثمروا في النادي ديالهم. الشيء الاخر كلشي كاين الفشل، يعني ما كاينش الحكمه، ما كاينش حسن التسيير، وبالتالي حنا عندنا الرؤساء ولا الاعضاء ديال العصبه الاحترافيه لكره القدم هما الرؤساء ديال الانديه. كنتمنى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وفوزي القجع المسؤول الاول على المنظومه الكرويه يفكر في حل من الحلول، يا اما يكون عندنا رئيس تكنوقراط ما كينتمي لاي نادي، نشوفوا ايضا رئيس يكون بعقليه ديال الاستثمار ويقلب على موارد ماديه باش نعاونوا الانديه، او لا غادي نبقاو نعيشوا الفشل. صحيح المنتخبات الوطنيه والهيكله ديال الجامعه وبزاف ديال الامور غادا في الاتجاه الصحيح، ولكن الا بقات عندنا انديه مفلسه عصبه احترافيه لكره القدم تخلق الجدل، فكنظن كاين اشكال، واشكال اللي كبير. انا متفق مع العديد من الاشخاص اللي كيقولوا اليوم خاصنا رئيس عصبه احترافيه ما تكونش عنده الازدواجيه، واضف الى ذلك هو يكون عنده فكر استثماري، يعني يشوف شراكات مع الشركات باش يعاون هذه الانديه هذه باش ما تبقاش مفلسه. تحياتي لكم والى اللقاء في حلقه مقبله ان شاء الله.